في سر صغير كده اليوتيوبر الكبار بيخبوه، السر ده هو السبب ان فيديوهاتهم بتوصل لملايين المشاهدات. تخيل معايا قررت تدخل على اليوتيوب تدور على حاجة معينة او تتفرج على حاجة جديدة، اكيد اول حاجة بتعملها انك بتقلب او بتعمل سكرول بين الفيديوهات، وفجأة في حاجة كده شدت عينك. عارف ايه هي؟ اكيد الصورة المصغرة. الصورة المصغرة هي اللي بتقرر تضغط على الفيديو او لا. طيب ايه رأيك اقولك النهاردة ازاي تعمل صورة مصغرة تخطف الانظار حتى لو لسه مبتدئ خالص في التصميم؟ جاهز؟ يلا بينا نبدأ ونشوف ازاي نعمل التصميم ده خطوة بخطوة. ده التصميم اللي هنتعلمه النهارده، بس قبل ما نشرح تعالى اقول لك هسيب لك ايه في الوصف. اول حاجه هسيب لك الملف ده موجود فيه اول حاجه صور الخلفيات بالشكل ده، تقدر تختار اي واحده ويا ريت تبقى مختلفه عن اللي انا هستخدمها عشان تطلع تصميم خاص بيك. بعد كده صور الشخصيات بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، ونفس الكلام في الايادي دي ممكن تضيفها في الاخر زي ما انا عملت. وهنا هتلاقي براشات عشان تقدر تعمل بيها سموك، وهسيب لك برده الملف لو عايز تتعلم حاجه معينه منه برده. تمام، كل اللي علينا هنيجي نفتح مقاس 1920 في 1080، ده مقاس الصورة المصغرة. بعد كده تضغط كرييت. أول حاجة نيجي هنا على الملف اللي أنا هسيبه لك تحت، تختار أي خلفية من الخلفيات اللي أنت شايفها قدامك دي. مثلا أنا هختار الخلفية دي شايفها مناسبة. بعد كده تكبرها. بعد كده نجيب صورة الشخص، تختار انت اي صورة شخص هنا، انا مثلا هختار ده. وعلشان تقص صورة الشخص ده كل اللي عليك هتيجي على اداة التحديد اللي هي دي اول واحدة خالص، وترسم كده بشكل عشوائي، هو كده كده هيحددها لوحده. هتلاقيه حدد الشخص بالشكل ده اوتوماتيك. كل اللي عليك هتيجي تضغط ماسك بالشكل ده. بعد ما قصينا الشخص عايزين بقى نغير الالوان عشان تكون ماشيه مع الخلفيه. اول حاجه نقف على الشخص، نيجي على فلتر، نضغط كاميرا رو. واول خطأ الناس كلها بتقع فيه اللي هي بتاخد نفس اللي انا هعمله هنا تطبقه على كل الصور. الكلام ده غلط. انت مثلا ممكن يبقى عندك خلفيه مختلفه، مثلا لون ازرق اصفر، كل اللي عليك ان انت تجرب تظبط الاعدادات دي بحيث تكون ملائمه مع الصوره بتاعتك. يعني مش كل الصور اعداداتها واحده. يعني انا مثلا الصوره دي لازم اقلل فيها الاكسبوجر شويه، انت ممكن تكون عايز تقلله. نفس الكلام في الكونتراست، مثلا ايه هعليه، مثلا هقلله شويه. نفس الكلام في الهايلايت، هزوده مثلا شويه بالشكل اللي قدامك ده. وهعلي برضو الشادو عشان الحته دي غامقه قوي. إيه نفس الكلام في الوايت، مثلا هعليه عشان مثلا ايه الهايلايت دي تبان شويه عشان لما نيجي نرسم اضاءه. تمام. هضيف هنا سنة أزرق شوية بالشكل ده عشان لما هنيجي نعدل هتفهم دلوقتي ليه. عشان لما نيجي نظبط ألوان البشرة ده هتفيدنا قوي. يعني هنعلي مثلا هنا الألوان كلها بالشكل ده. الإعدادات دي مش هتمشي على أي صورة، يا دوبك هتمشي مع الصورة دي عشان أنا عارف أنا اخترت إيه بالظبط. مثلا الإكسبوجر ده بيعلي مثلا الإضاءة بالشكل اللي قدامك ده. أنت مثلا افضل جرب واعرف كل حاجة بتعمل إيه، وبإذن الله ممكن أعمل لك شرح لكل حاجة مثلا لو محتاج. بس دي الإعدادات اللي أنا مشيت بيها. تضغط أوكي بالشكل ده، تيجي من هنا تختار الخيار الأخير وتيجي مثلا على اللون الرمادي تزود مثلا الأحمر. شايف الأحمر ظهر معانا، عشان كده احنا لما عملنا الأزرق هنا عشان نقدر نعدل عليه بالشكل اللي انت شايفه ده. انت حاول مثلا ما تزودش جامد، انا بس بزود جامد بس عشان تكون شايف الألوان. تقدر تيجي على الأحمر وتزود فيه شوية وتلعب برضو في باقي الألوان لو مثلا الصورة بتاعتك مختلفة. أنا كده شايف الدنيا تمام معايا. تيجي هنا تظبط مثلا مكان الصورة، تكبرها شوية لو محتاجة. تيجي هنا بقى الخطوة اللي هي color balance بالشكل ده، تعملها برضو ماسك، تزود الأحمر هنا. وتيجي برضو على الشادوهات تخليها فيها سنة أحمر وشوية فيها أصفر، هتلاقيها بالشكل ده. زي ما قلت لك أنا مثلا أنا بحاول أعلي شوية في الألوان عشان أنت تكون شايف بس الفرق. نيجي بقى في الحتة الصعبة اللي الناس كلها بتستصعبها، إزاي ترسم هايلايت كده على الشخص بنفس الإضاءات اللي موجودة في المكان. تعالى مثلا هناخد منه هنا كوبي، هنقلل الفل. هتقولي ليه نقلل الفل مش هنقلل الأوباسيتي؟ عشان لما أنت تقلل الفل بيخفي الشخص بس مش بيخفي أي تأثير هتضيفه عليه، واحنا محتاجين بس من الطبقة دي التأثيرات. كل اللي عليك هتيجي على اف اكس، تعمل انر شادو، تختار مثلا درجة لون من اللي هنا مثلا كده الاحمر ده وتعليها شوية كده، وتغير البلند مود بتاعها مثلا تخليه سكرين. بعد كده تعمل كمان انر شادو، ولو ما لقيتهاش عندك متفعلة تضغط على الزائد دي وتعمل كمان انر شادو. تقدر تغير مثلا تخليه سوفت لايت وتغير درجة اللون لحاجة تانية قريبة برضو كده، وتعلي السايز شوية. وتقدر تضيف كمان واحدة بالشكل ده وتخليها بقى مثلا بدرجة شبه دي. تقدر مثلا تغير بقى هنا كلر دوج بالشكل ده. بعد كده تيجي على اول خيار خالص نشيل منه شوية، بس حاول ما تشيلش خالص عشان ما يختفيش معاك. كل اللي علينا اللي احنا بس هنشيل حاجات بسيطة قوي كده بالشكل ده. وتقدر مثلا تزود هنا بقى اللي انت محتاجه، تزود مثلا تخليه يدخل لجوه شويه كده. بعد كده تضغط اوكي. وما تقلقش لو انت شايف شكله مش واقعي قوي، لان هندخل الصوره دلوقتي في موقع هتخلي كل حاجه فيها طبيعيه. بس تعالى بقى نرسم اضاءات. نضغط هنا، نضغط هيو اند ساتوريشن، تضغط على الخيار اللي هو كلرايز ده وتخلي اللون كله احمر، او مثلا حسب الاضاءه اللي انت محتاجها. عشان هنا بس احمر فانا خليتها احمر. تضغط هنا على الماسك، تضغط كنترول اي عشان تخفيه. بعد كده مثلا تقلل هنا الفلو شوية مثلا 11 كده، وتبدأ مثلا تمسح شوية كده 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 مثلا بالشكل اللي انت شايفه ده. ترسم في الحتت اللي انت عايز يكون فيها
إضاءة. حاول تخلّي الفلو إيه حاجة صغيّرة مثلًا كده، وتحاول مثلًا تدخّل بقى إيه الإضاءة شوية هنا مثلًا على الدقن، شوية هنا على المناخير، الحتت اللي أنت شايف أصلًا فيها إيه إضاءة، وبكده هيكون معاك كده الإضاءة الشخص إيه كاملة متكاملة. ونيجي بقى نضبّط شوية حاجات عشان تكون بقى في شوية واقعية. كل اللي عليك هتيجي تضيف curve بالشكل اللي قدّامك ده، وتشد السلايدر ده كده تغمّق الخلفية عشان يكون التركيز كلّه على الشخص. إحنا هنا الشخص اتغمّق معانا عشان إحنا حاطين كده الكيرف فوقيه، إحنا نرجّع الكيرف بس نخلّيه على الخلفية بالشكل اللي أنت شايفه ده، وتعالَ نرسم شوية ضباب. بس إحنا قبل ما نرسم هنحتاج بس إيه الفُرَش اللي أنا كنت سايبها لك تحت في الوصف. كل اللي عليك هتيجي هنا مثلًا تفُك الضغط مثلًا عن الsmoke دي مثلًا كده. بعد أمّا تفُك الضغط كل اللي عليك هتيجي تاخد المسار بتاعه ده copy عشان لمّا نيجي نفتح الفوتوشوب. وبعد ما تفك الضغط كل اللي عليك هتيجي على البرش تضغط على علامة الفرش دي، تضغط على علامة الترس، بعد كده تضغط على كلمة import brush، وتاخد المسار اللي احنا لسه واخدينه كوبي تحطه هنا، وتضغط ضغطتين على الملف ده. هتلاقي معاك الملف نزل معاك هنا فري سموك. ده هو ده البرشات كلها بالشكل ده. ولو عايز تشوفها بشكل افضل ممكن تشوف شكل الفرش من هنا. كل دي شكل ايه الفرش. ممكن تختار اي برش من هنا، ومثلا نختار مثلا لون احمر ده. هنعلي مثلا فيه شوية عشان تشوف بس التأثير. هو ده بقى ايه التأثير اللي انا محتاجه. وتقدر برضو تضيف التأثير ده قدام الشخص، تعمل لاير جديد قدامه بالشكل ده. نخفف شوية مثلا ونغير شكل مثلا الفرشة، نخليها مثلا حاجة شبه كده. انت تفضل تجرب وتشوف ايه المناسب. يعني انا مثلا مش بديك حاجة واحدة واقول لك اعمل دي، انت بتفضل تجرب لحد ما تشوف ايه الانسب ليك. وبعد ما تضيف السموك بتاعك هتحس ان في عمق كده ايه في الصورة، وتقدر تخفف وتعلي زي ما انت عايز. بس انا زي ما عرفتك انا بافور جامد عشان انت بس تشوف ايه الفرق بالشكل اللي قدامك ده. بعد كده تعمل لاير جديد عشان نضيف الكشاف، نور الكشاف. كل اللي عليك هتعمل مثلا مربع بالشكل ده، تخلي اللون بتاعه ابيض، تضغط كنترول تي تكبره كده، تضغط كنترول شيفت بالشكل ده يكبر معاك بالمنظور اللي هو زي 3D ده. تعمل هنا مثلا كده، تضغط يس، تضغط فلتر، بلور، جيزيان بلور، وتعلي شوية كده وتعمل له ماسك، وتقدر تمسح شوية من هنا بالشكل ده. تقدر تكرره كمان مرة وتصغره شوية عشان ده اللي بيكون حاصل في الكشاف الحقيقي. تقدر تدمجهم مع بعض من كنترول اي، تضغط كنترول اي هتلاقيهم كلهم جم في لاير واحد. بعد كده نقفل كل ده، نخليه في لاير واحد ونسيف، عشان دلوقتي جايين في اللحظة المهمة اللي هتحول كل التصميم ده لحاجة واقعية وتحس ان كله مية واحدة. كل اللي عليك هتسيف عادي. والموقع اللي هيحول بقى الصورة بتاعتك لواقعية جدا 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 ده موقع فيربيك. دي خاصية لسه ضايفينها جديدة بتعلي جودة الصورة وبتعدل لك كده شوية حاجات تاتشات بسيطة كده، دي اللي هتفرق معانا. كل اللي عليك هتضغط على كلمة ابلود بعد ما تضغط على كلمة ابلود كنت تختار بقى الصورة اللي احنا لسه عاملينها وتضغط يوز ايمج. بعد كده ما تختارش اي حاجة، تختار اب سكيل وتستنى شوية عليه، هيطلع لك بقى الصورة. انت هتشوف دلوقتي الفرق. وبعد ما اخلص هتلاقي الصورة بالشكل اللي قدامك ده. كل اللي عليك هتضغط على كلمة داونلود اللي هي هنا، تضغط كلمة داونلود وهتلاقي الصورة نزلت معاك. تعالى مثلا نشدها كده على الفوتوشوب. هي دي الصورة. تعالى بص كده على التفاصيل مثلا قبل وبعد، قبل وبعد، حتى في رسم الإضاءة. يعني انت مثلا بص كده على الإضاءة وهتلاقي معاك التصميم اتغير 180 درجة. وكل اللي عليك ان انت بقى تضيف مثلا العنوان بتاعك بالشكل ده. وعلشان تضيف شوية واقعية كده في التكست بتاعك تقدر تضيف كده تكتشر خشن بالشكل ده على الكلمة اللي انت محتاجها، وهتلاقي معاك الكلمة بقى شكلها خرافي 100%. وهتلاقي الكلمة معاك شكلها جامد بالشكل ده. تقدر تخفف الشفافية، وبرضه تقدر تاخدها كمان كوبي كمان مرة على الكلمة اللي فوق، تقدر تعكسها عشان ما يبقاش الاتنين شبه بعض بالشكل ده. وتقدر تنزلهم لتحت كده، تضغط كنترول اي تخليهم مثلا بلون اغمق شوية، او مثلا باللون الاحمر الغامق ده عشان يكون شكلهم بارز شوية عن التصميم. بعد كده تدمج بقى كل الكلام الحلو ده من كنترول الت شيفت اي، تيجي على فلتر كاميرا رو بالشكل ده، تعمل بقى شوية تعديلات، تقلل مثلا الهايلايت، تعلي الشادو عشان التفاصيل كلها تبان، تعلي شوية اكسبوجر، تعلي معاه الالوان بالشكل ده.
تقدر بقى تضيف شوية تكتشر عشان إيه الملامح كلها تبان معاك وتغمق من هنا الأطراف. يعني أنت مثلا لو لاحظت هنا بيغمق الأطراف كده بيفتحها، خلينا مثلا نغمقها بالشكل ده وتضغط كلمة أوكي. وتقدر برضو تضيف الأيادي، أنت هتلاقيني سايب لك كل الأيادي دي كلها تحت. أنا مثلا هضيفها هنا عشان إيه نفسك بقى نفس اللي إحنا عملناه على الشخص تقدر تضيفه على الأيادي، وهيكون معاك التصميم الرايق ده. ولو عايز تصميمات وشرح من ده تاني اكتب لي تحت في الكومنتات.